السلام عليكم. كرة القدم ليست مجرد رياضة في المغرب، بل هي جزء من الهوية والثقافة المغربية، من الملاعب في الأحياء الشعبية إلى أكبر الملاعب الوطنية. الكرة دائما كانت توحد الناس وتجمعهم في الحماس وحب المنتخب والفرق الوطنية. ومع تطور اللعبة وتزايد النجاحات المغربية في المحافل الدولية، خاصة في كأس العالم الأخير ب2022، بدأ الجمهور يطالب بملاعب تواكب طموحاتهم. ملعب مولاي عبد الله في الرباط كان من أشهر الملاعب في البلاد، لكنه مع الوقت بدأ يظهر عليه التعب ولم يعد يوفر الظروف المثالية للمباريات ولا للجماهير. مطالب الجمهور كانت واضحة وبسيطة: إزالة المضمار، تقريب المدرجات من الملعب، وتغطية الملعب جزئياً. لكن المفاجأة الكبرى كانت قرار المسؤولين بهدم الملعب بالكامل وبناء ملعب جديد بمعايير عالمية، ليصبح تحفة رياضية تعيد تعريف مفهوم الملاعب في المنطقة. ملعب الأمير مولاي عبد الله يحمل قيمة رمزية كبيرة لدى المغاربة، حيث كان يحتضن العديد من المباريات المحلية والدولية. ولكن مع مرور الوقت، ظهرت الحاجة إلى تطوير بنيته التحتية التي لم تعد تواكب تطورات الملاعب العالمية. الجماهير كانت تعبر عن استياء كبير من بعض النواقص، مثل المضمار الذي يبعد الجمهور عن اللاعبين ويقلل من الحماس داخل الملعب، بالإضافة إلى ضعف التغطية التي تجعل المباريات تحت أشعة الشمس الحارقة أو الأمطار تجربة معاناة حقيقية. البنية التحتية للملعب كانت تحتاج إلى صيانة مستمرة. في البداية، كان الجمهور يطالب بإصلاحات بسيطة، لكن المفاجأة الكبرى كانت إعلان المسؤولين عن مشروع ضخم لهدم الملعب القديم وبناء ملعب جديد كلياً بمعايير عالمية. الملعب الجديد الذي يتم بناؤه الآن سيكون تحفة رياضية بكل معنى الكلمة، حيث ستكون المدرجات قريبة جدا من أرضية الملعب لخلق أجواء حماسية، وسيتم تغطية الملعب بالكامل لحماية الجمهور من الشمس والمطر. الأرضية ستكون بأحدث التقنيات بين العشب الصناعي والطبيعي لضمان جودة اللعب في جميع الظروف المناخية. سيتم تجهيز الملعب بأنظمة حديثة، مثل شاشات عملاقة ونظام صوتي متطور وإنارة بأعلى المعايير الدولية. هذا المشروع يأتي في وقت تعرف فيه الرياضة المغربية إشعاعاً كبيراً على المستوى الدولي، من إنجازات المنتخب الوطني في مونديال قطر 2022 إلى تنظيم كبرى البطولات مثل كأس العالم للأندية. المغرب أصبح وجهة رياضية على الصعيد الدولي، والملعب الجديد في الرباط سيكون إضافة كبيرة تعزز هذه الصورة. هذا المشروع يواكب العصر ويعطي المغاربة سببا جديدا للفخر. من مطالب بسيطة مثل إزالة المضمار، وصلنا إلى بناء واحد من أفضل الملاعب في العالم. كلنا نتطلع إلى اللحظة التي سيفتح فيها الملعب الجديد أبوابه لاستقبال أول مباراة رسمية. ملعب الرباط ليس مجرد ملعب عادي، بل هو رسالة واضحة على الطموح المغربي في المجال الرياضي، مشروع يواكب العصر ويعطي للمغاربة سببا. تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.